عامل دوشة كبيرة جدا، وانا بصراحة بستغرب. مليون جنيه ايه ووقف عن المباريات ايه وكلام ايه؟ مبادئ النادي الاهلي. احنا قعدنا عمرنا كله بيكلمونا من كابتن ايام كابتن صالح سليم على مبادئ النادي الاهلي، ده يتعرض للبيع على طول. ده بكره يجي النادي الاهلي كده يقول امام عاشور يتعرض للبيع، لانه عدد كبير من الاحداث في شهرين ثلاثه. خد بقى الخناقه بتاعت المول، خد المشكله، خد الخناقه مع الشناوي القائد، خد المشاكل اللي عملها، شوف البوستات اللي نزلها النهارده الفجر وشالها. ده ببساطه شديده ما هي المشكله من الاول، ان الاهلي فكر بطريقه براجماتيه ان هو ياخد اللاعب اللي كان بيشتم صالح سليم وقالوا غلطه وقالوا ما كان صغير ومش، طب ماشي. فانت قررت، طب بعد كده هو الاهلي هيقف على امام عاشور؟ اعرضوا لي البيع بكره كده، تقول له متشكرين قوي يا امام يا حبيبي، لان انت كده بتدي مثل دلوقتي ان انت اعمل اي حاجه، بس انا مصلحه النادي برضو محتاجه اللعيب. طب هو هيلعب الماتش اللي جاي ده؟ الله اعلم هيعملوا ايه. طب والانتر كونتيننتال والمش عارف ايه والحاجات. هو الاهلي بقى دلوقتي بصراحه بيبقي المصلحه على المبادئ. وعلى فكره قولوا لنا والله احنا عندنا اي حد يعمل اي حاجه ويدفع بقى مليون، والله اعلم بيدفع ولا ما بيدفعش، العقوبه بتتعمل ولا ما بتتعملش. انما في النهايه هذا الاجراء يجب ان